ظاهرة الانسلاخ عن الهوية لغة وقيما وهموما وسلوكا نامية بين الكرد، وخاصة الكرد في المدن غير الكردية، أو هاجروا إلى دولة ما في الشرق أو في الغرب، وهي واضحة أيضا بين الكرد الذين تزوجوا نساء غير كرديات، بل هي واضحة أيضا في بعض القرى الكردية المتاخمة للقرى غير الكردية، حتى إنه يمكن القول أن كل كردي غادر البيئة الكردية أصبح مشروعا للانسلاخ. نحن لسنا من دعاة العنصرية القومية ولا من هواة انغلاق الشعوب على نفسها، لكن الفرق كبير بين أن تنفتح على الآخرين وتتواصل معهم بهويتك الأصيلة، وبين أن تنسلخ من هويتك التي اختارها الله لك ووضعها في جيناتك وجعلك مسؤولا عنها. واللغة أولى ضحايا الانسلاخ، فالمنسلخون يهجرون التحدث بالكردية مع أفراد أسرهم، ويتحدثون على نحو مكسر بلغة القوم الذين حلوا بينهم، ولا يمر الجيل الثاني إلا ويكون معظم أولادهم صاروا غرباء عن الكردية. وماذا يبقى من الانتماء إلى الكرد بعد الانسلاخ من اللغة؟ كيف يمكن للأجيال التي أقصيت عن لغتها الأم أن تتواصل شعوريا وفكريا؟ كيف يمكنها أن تتشرب الثقافة الكردية السارية في الخطاب اليومي وفي الأمثال الشعبية وفي الأغاني والملاحم؟ كيف يمكنها أن تتذوق الموسيقى الكردية؟ وكيف يمكنها أن تتواصل مع تراث الأجداد؟ ومن أشكال الانسلاخ أيضا عدم الاهتمام بمشاكل الأمة الكردية، فالمنسلخ كردي بالاسم فقط، وقد تراه متحمسا للشكليات كحضور عيد نوروز مثلا، حبا في الاستعراضات وأخذ الصور التذكارية، وعرضا لمهاراته في اللهو والترف والبذخ، وعدا ذلك فلا شأن له بها. إنه غير معني بما ينصب على الكرد من قهر وجهل وفقر واحتلال، ولا شأن له بمن يقاتل في الجبال، ولا بمن أقحم في السجون، ولا بمن يتلقى سياط الجلادين صباح مساء. وإذا كان غنيا فهو ليس مستعدا لأن يتبرع ولو بقليل من المال، وإذا كان مثقفا فهو لا يملك الوقت للبحث في أي شأن كردي ثقافي، وتراه مع ذلك منشغلا أيما انشغال في العمل في مؤسسات التدجين الثقافية. فمرتبة الانسلاخ تمهيد لمرتبة الانمساخ، فالكردي الممسوخ يقطع صلاته بأصله الكردي، بل يتبرأ من الكرد ويقف ضدهم ولا يتردد في محاربتهم. ومن المثقفين الممسوخين ضياء جوكالب، فاسمه محمد زيا، وولد في ديار بكر وكان عالم اجتماع متميز، ومن شدة انمساخه هجر اسمه الأصلي واتخذ الاسم التركي جوكالب، واحتقر المجتمع الكردي الريفي، وانتخب عضوا في لجنة الاتحاد والترقي، وأنشأ نظريته آلبان طورانية في كتابه مبادئ التركية، ورفض أصله الكردي، فيقول: لا أتردد في القول بأنني تركي حتى لو اكتشفت أن جدي من أصل كردي أو عربي، لإدراك من دراسات الاجتماعية أن أساس القومية الوحيد هو التربية والنشأة. وأيضا من ولاة الكرد الممسوخين والي الموصل العثماني سليمان النظيف باشا، إنه أسرع في تنفيذ حكم الإعدام في الشيخ عبد السلام البارزاني وحراسه لكي يقطع الطريق على أي عفو يكون صادرا عن الدولة العثمانية. ومن الساسة الكرد الممسوخين عصمت إنونو، إنه كان اليد اليمنى لمصطفى كمال أتاتورك في تنفيذ مشروع الصهر القومي ضد الكرد، كما أنه كان مهندس معاهدة لوزان التي أسقطت فيها حقوق الكرد المنصوص عليها في معاهدة سيفر، وأعادتهم ثانية إلى متاهات مشروع التتريك. وإن عصمة هذا هو القائل للزعماء الكرد في تركيا محذرا: لا يحق لغير الأمة التركية أن تطالب بأي حق إثني أو قومي في هذه البلاد
فما من أمة أخرى أو عنصر عرقي آخر يملك مثل هذا الحق.